عندما نبشت أوراق الدولة الرسمية السرية لفت انتباهي أن المخلوع اختار بنوكا أجنبية معينة لكي تشرف على خوصصة النهب لأملاك الشعب من شركات ودواوين وأراضي. خذ مثلا، اختار بنك روتشيلد للاستشارة في بيع رخصة ثالثة في الهاتف الجوال، الرخصة التي تسلمتها ابنته سيرين بن علي وزوجها مروان المبروك، ثم اختيار نفس البنك ليشرف على سيطرة النقل الجوي بيد عائلته. أتعرفون لماذا لفت انتباهي بنك روتشيلد؟ هو نفس المؤسسة الصهيونية العالمية التي تأسست في القرن ال19 لبلع ثروات العالم ونهب خيرات شعوبها. ثم إنه ذات البنك الذي تسبب في احتلال تونس فأقرض بلادنا وورطها ليسهل ابتلاعها، مول شراء أراضيها وممتلكاتها وأدخل المعمرين والاستعمار. التاريخ يعيد نفسه بذات العملاء.